دكتور اهلا بحضرتك بيك معانا. احنا متعودين حضرتك على على القنابل بالنسبه للمحاماه والقضايا. النهارده كنا بنتكلم على قنبله هدت مصر كلها، تصريح بتاع ابو علا ماضي ضد المخابرات العامه. حضرتك كنت رفعت دعوه قضائيه؟ قدمنا بلاغ للمخابرات العامه نيابات في اسكندريه. يعني ده تصريح مسيء جدا لهذا الرجل. يعني احنا نعلم ان ابو العلا ماضي ده الصباع الصغيره لجماعه الاخوان المسلمين، صباع يعني الحريه والعداله هو الذراع السياسي، ده الصباع. انا اعتقد يعني ان في خطه ممنهجه لضرب الاجهزه السياديه في الدوله. هما بيقسموا، يعني واضح ان جماعه الاخوان المسلمين بتقسم التورته على بعض. انت تطلع، يعني لو حضرتك تلاحظ يا استاذ محمد هتلاقي تحديدا كده حجم مصنعين يطلع يقول تصريح لوحده وياخد الشغل الاعلامي 3 4 5 ايام وبعدين يختفي فجأة، وبعدين عاصم عبد الماجد يطلع بعدين بشويه ويهدد الاجهزه السياديه في الدوله وبيهدد اجهزه الشرطه وبيهدد المواطنين المصريين كلهم ويختفي. في اطار بقى لعبه تقسيم الادوار السياسيه اللي بتقوم بها جماعه الاخوان المسلمين، الدور دلوقتي كان على ابو العلا ماضي. فهو قال في تصريح مسجل واتذاع على كل المواقع الاخباريه، قال تصريح خطير. قال ان المخابرات العامه تحت ايديها جيش من 300,000 بلطجي، منهم 80,000 بلطجي موجودين في القاهره، ومنهم اللي اشتركوا في احداث قصر الاتحاديه، ودول مسلحين ومعاهم اسلحه آلية وخرطوش و قرر كلامه وأكد انه سمع هذه المعلومه شخصيا من رئيس الجمهوريه اللي هو محمد مرسي، وده شيء خطير جدا. الدليل الوحيد اللي هو ساقه في كلامه ان الكلام ده سمعه من رئيس الجمهوريه شخصيا. انا افهم بقى لو الكلام ده يبقى مشكوك في صحته، لو واحد لا يمت الصله لرئيس الجمهوريه وقال ان رئيس الجمهوريه قال لي زي مثلا انا او زي حضرتك، فالناس ما تاخدهوش على معمل الجد. ان احنا من المعروف ان احنا مش بنقابل رئيس الجمهوريه. اما الاخ ابو العلا ماضي انا اعتقد يعني ان هو فاضل ان هو يعمل مكتب جوه التحرير، فهو واضح ان هو صديقه الصدوق واخوه الصغير. وفي جميع جلسات الحوار الوطني لو انت تلاحظ ان هو بيبقى اول واحد بره، وكان في نية لترشيح لرئيس الوزراء. هذا الكلام ده بيعد في القانون عندنا بقى احنا نشر اخبار كاذبه، معاقب عليه في قانون العقوبات. ان انا لما اجي انشر واشيع اخبار كاذبه على احد الاجهزه السياديه في البلد، هم مش فاضل عندهم غير الجيش اللي هم يهاجموه، ان هو يقول المخابرات ازاي هتأوي 300,000 بلطجي وازاي هتصرف عليهم؟ احنا نعلم ان البطاريات دول اما بيطلعوا بياخدوا فلوس. فين الموارد الماليه اللي عند المخابرات العامه ان هي تقدمها؟ انا على ضوء التصريحات دي المسجله تلفزيونيا والمذاعه اعلاميا وهو لم ينكرها، قدمت ضده بلاغ عند المحامي العام الاول لنيابات استئناف اسكندريه، وطالب تحديدا اتهمت اولا بنشر اخبار كاذبه من شانها زعزعه استقرار البلاد وتهديد الامن الداخلي، وطالبت بتقديم الادله وما يقوليش الادله ان رئيس الجمهوريه بتاعه ده هو اللي قال له. انا ما تفرقش معايا انا رئيس الجمهوريه ده، رئيس الجمهوريه ده مش نادر ولا انا لا يفرق معايا. المفروض انا طالع اتهم جهاز سيادي في وطنيته ان يبقى معايا ادله جامده على هذا الاتهام. فانا في البلاغ ده اتهمت بنشر اخبار كاذبه عن مؤسسه سياديه اللي هي المخابرات العامه،
وألزمت بتقديم الأدلة اللي تحت إيده ليؤكد هذا، وإلا يكون مرتكبا لجريمة نشر هذه الأخبار اللي من شأنها ان هي تهدد الأمن والسلم الداخلي في البلاد. وطلبت أيضا، وأعتقد أن بالمحامي العام الأول لنيابة اسكندرية هيستجيب لهذه الطلبات، إنها في إطار المعقولية. طالب تحديدا بإصدار قرار ضبط وإحضار له ووضعه على قوائم المنع من السفر، بحيث ان ده الاتحاد ده شيء طبيعي. انت راجل طلعت في وسائل الاعلام واتهمت جهاز سيادي من المفترض ان هو احد جناحي البلاد اللي بيحميها داخليا وخارجيا، ومعروف ان هذا الجهاز جهاز المخابرات العامه، ده جهاز معلومات. ده بيمد الاجهزه الثانيه بالمعلومات، حتى مش بمصطلح الناس كلهم افكار. اما تيجي تتهمه بهذه التهمه الشنيعه يبقى تحت ايدك الادله، لان انت ممكن عشان انت مقرب من رئيس الجمهوريه بتاعك الناس تصدق هذا الكلام وتفقد كل الثقه في جميع الاخبار اللي بتورد عن هذا الجهاز. المحامي العام الاول لنيابه اسكندريه اشر للتحقيق، وانا ما اعتقد في قرارات فوريه هتصدر بضبط واحضاره، واعتقد انه صدر او في طريقه للصدور، ووضع على وقوائم الممنوعين من السفر. وده هام جدا 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 عشان نخلص من الحكايه دي، ونخلص من موضوع تقسيم الادوار ما بين الجماعه الاسلاميه والاخوان المسلمين وما اعرفش الذراع السياسي والصراع السياسي. الكلام ده هم بيحاولوا ان هو يهدوا الاجهزه السياسيه، واحنا مش هنسمح بكده. احنا رجاله في البلد دي، احنا مش هنفوت عليهم الفرصه، هنقف في صدره. ما ينفعش ان واحد يطلع في وسائل اعلام ويتهم ده سياسي بدون اي دليل. مش هنديله جايزه احنا، لا، هو العقب. وانا البلاغ ده تحديدا بقى انا مش هسيبه لغايه اما ابو العلا ماضي ده يقدم جميع الدلائل اللي تحت ايده على كلام المخابرات العامه. وانا على ما اعتقد ان في ارباح هتنشر عن هذا البلاغ اليومين الجايين طالع من مكتب المحاماه. وكان لو طلع رئيس الجمهوريه اكد او نفى التصريحات ده هيأثر في القضيه او في البلاغ؟ يقدم هو يهدد، هندخله معاه في الاتهام. يعني هو لو طلع قال يعني مثلا يعني ما هو ده احنا عندنا موضوع له شخصين. رئيس الجمهوريه قال والله انا قلت الكلام ده لابو العلا ماضي او ادخل بتهمه نشر اشاعات كاذبه غرضها تهديد الامن والسلم الاجتماعي عبر وسائل الاعلام. ايه يعني هو يعني رئيس الجمهوريه يعني محصن راجل لو هو بيرغب في تدمير الاجهزه السياسيه؟ الاجهزه دي بتشتغل تحتها. ده لو قال هذا الكلام صحيح، لو ما قالش هذا الكلام صحيح يبقى هذا رجل كاذب وتتخذ ضده الاجراءات القانونيه ويلاحق قضائيا، والناس الطلبات اللي احنا طالبينها نقعد هنفرضه لغايه ما ننتهي، ويجيب لنا بقى الاخ بقى نائب رئيس حزب الوطن بتاع عصام سلطان يقعد يتابع عنه ويجيب لنا شويه المحامين بتوع الاخوان المعروفين اللي هم بيحاولوا برضه ان هم يروعوا المواطنين بالبلاغات الكيديه ضدهم. احنا مش بنقدم بلاغ كيدي، احنا بنقدم بلاغ بناء على سي في متهم جهاز سياسي. في حد في الدنيا متهم جهاز مخابرات بتاعته؟ يعني الناس دي غريبه ان هو بيقوي 300 يعني هم سابوا لاسرائيل ايه؟ ده هم بيقدموا خدمه جليله لاسرائيل. في حد يقول حتى يا اخي لو انت عندك معلومه من دي ما تنشرها على العالم كده، وانا ماليش دعوه اي تبريرات ممكن يقولها، كلام واضح ومسجل عنده الدليل ان هذا الجهاز بيقوي 300,000 بلطجي منهم 80,000 قرار يقدموا. غير كده انا مش هقتنع باي كلام. كان السؤال الثاني يا فندم برضه رئيس الجمهوريه تصريحاته في المجلس القومي للمراه ضد رموز المعارضه والاعلام. هو برضه ما هي بقى انا قلت لحضرتك في اول اللقاء ان دي منظومه بيوزعوا ابو العلا ماضي يسكت، محمد مرسي يظهر بصباعين ثلاثه وما اعرفش 5 6 وكل ده اجتهاد للاسف. يعني اما رئيس الجمهوريه يطلع جمعه وتبقى اجتهاد ده يبقى شيء غريب جدا. يعني طبعا هو كان الكلام اللي قاله في المؤتمر ده مؤتمر قومي المرأة، مش عارف يعني مؤتمر قومي المرأة يعني
بتتكلم كل مرة. انت مالك يعني تثير الاتهامات المعارضة يمينا وشمالا والإعلام وتهددهم بدون أدلة، وده هو ارتكب هذه الغلطة أكثر من مرة. كان طلع وبيستبق نتائج تحقيقات في موضوع قصر الاتحادية ووقائع قصر الاتحادية، أما كان قبلها بيومين ولا بيوم وطلع على وسائل الإعلام واتهم بعض أفراد إن هم اعترفوا قدام النيابة وطلع إن هم ما اعترفوش. فأنت بتتدخل في سير التحقيقات دي. عندك حاجة علينا للشعب المصري، أما إنك تستخدم وشوف درس المحبة. شوف أنا يعني هقول لحضرتك حاجة قريبة جدا عشان تعرف إن هي سلسلة كلها مترابطة. أنا كنت قبلها بمين؟ مقدم بلاغ ضد حازم أبو إسماعيل وعاصم عبد اللطيف. حازم أبو إسماعيل اللي هو أنا شايف إن هو يرقص جماعة إرهابية بترهب الشعب المصري، بتروع عاصم عبد الماجد قيادة الجماعة الإسلامية. لو أنت تفتكر اللي ارتكبوا جرائم القتل في أسيوط، اللي دخلوا ودبحوا الضباط والعساكر في القلب، ده دلوقتي بقى يطلع ويدلي بتصريحات والناس بتعمل النهارده. هذا الحد امبارح كان في مؤتمر دعا عليه وزير الإعلام، واعتقد ان انتوا كنتوا مدعوين. يجب لي عاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل، هم مالهم؟ دول مالهم؟ ده ارهابي، حازم ابو اسماعيل ده ارهابي وده قاتل. تجيبهم تقعدهم على ما انت عايز ينظم ويطور الاعلام بيهم بيهم. فيعني على اي الاحوال هو التصريحات اللي اطلقها محمد مرسي في المؤتمر القومي للمرأة طبعا كان هو حاضر عشان يطلق هذه التصريحات. انا اعتبرتها تصريحات تحريضية ضد رموز الارض وبعض الشخصيات العامة والاعلاميين تحديدا. ويمكن لو حضرتك تاخد بالك ان التصريحات دي هو طالع يقولها وكان قبلها بيوم بيجهزوا لاحصار مدينة الانتاج الاعلامي، واول ما تم اطلاق التصريحات دي حصل كالاتي ان هم بدأ وكأنها اشارة الجد اي اعتداء على بعض الاعلاميين وتكسير عربياتهم تحديدا وشفناها، وعلى بعض الشخصيات العامة ونعتها أسب وأقذر الألفاظ، ومنع بعض الإعلاميين من الدخول لمزاولة عمله. شيء خطير إن رئيس جمهورية المفترض إن هو جاي بطريقة شرعية إن هو يحرض بعض جماعات في البلد. واحد زي حازم أبو إسماعيل ده أنا ببسطه إن هو بلطجي رئاسي. أول ما الرئيس بتاعه يطلع يحرض ويطلق تصريحات ضد بعض الشخصيات أو الإعلاميين أو قنوات بتقوم بدورها، هو ينفذ هذا الأمر فورا. صبيه عاصم عبد الماجد اللي هو ياخد العيال ويحصل مدينة الإنتاج الإعلامي ويهاجم الناس ويعتدي عليهم ويتلف لهم عربياتهم ويهددوا الناس اللي جوه. كل ده تحت مرأى ومسمع وبصيرة رئيس الجمهورية. اللي أنا استغربت إن هو اشتعل غضبا بعد المظاهرات اللي تمت قدام مكتب الإرشاد في مصر. طيب الغضب الشديد ده احنا ما شفناهوش ايام مصر الاتحادية، مزارة بورسعيد، سويس. هل حضرتك شفت تحديدا وهو في قمة الغضب ده؟ كان راجل غاضب جدا 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 وقاعد يكيل الاتهامات يمينا ويسارا على ضوء هذا وعلى ضوء الوقائع اللي حصلت. احنا قدمنا بلاغ ضد محمد مرسي عيسى العياط، هو ده اسمه رباعي. عنوان البلاغ مش عنوان البلاغ هو شغلته رئيس جمهورية. صبي حازم صلاح ابو اسماعيل، صبي عاصم عبد الماجد كنت عاملهم فيها
فهمنا الأولاني بالتحريض، بتحريض الثاني والثالث، والثاني اللي هو حازم أبو إسماعيل بتحريض الثالث وقيادة جماعة إرهابية اسمها حازمون حصرت مدينة الإنتاج الإعلام. أنا مش عارف، أنا افتكرت أنا مقدم في حازم ده حدود 6-7 ملكات. أما يجي حازم يدخل على مقر جريدة الوفد ويحرقها ويهددهم في جريدة الوفد ويحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي، كل ده يترك جانبا وأنا قدمته للنائب العام، مكتب النائب العام، النائب العام شخصيا. واما برنامج ساخر اللي بيقدمه باسم يوسف في قناة CBC ان هو برنامج ساخر، يقول انا برنامج ساخر، يطلع ضبط وحده، يعني دي جرائم بتروع الشعب وبتبقى تحت اشراف رئيس الجمهورية وشخصيات واضحة للعيان. والله اللي بيحرك حازم، اللي جاي بالعيال البلطجية عاصم، ما طلعلهمش ولا طلب، كل دي مسجلة يا أخي محمد، كل دي جرائم زي حضرتك كده بالظبط عندنا في القانون. اما تبقى جريمة مسجلة بالصوت والصورة، ادعاكم ولد عبد المجيد ومعاه عيال واللي محرضه في صفحته على الفيسبوك وعبر بيانات صدر من عنده حازم أبو إسماعيل، وتسجيل وتصريحات على الهواء مباشرة بالتحريض على بعض الشخصيات المعارضة ورموزها وبعض الشخصيات العامة وبعض الإعلاميين وبعض القنوات معينة. دي جريمة مكتملة الأركان، وده ما ينفعش في حصلت رئيس الجمهورية، دي جريمة في حالة التلف. لازم يجي ويسأل ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان حازم أبو إسماعيل يجي؟ انا عايز افتح يعني بابات جه وغيره ده وكل النشاطات السياسيين دول ما يجي ويتسأل ونوجه. احنا تحت ايدينا ادله، احنا بنقدم يا استاذ محمد عشان تعرف انا اسلوبي ايه في البلاغات. اما باجي اقدم بلاغ بقدم فيديو CD في كل الجرائم اللي انا بتهم بيها المقدم ضده البلاغ. يجي بقى يقول انا استدرك له CD، انا ضربت له CD، انا جايب على لسانه اللي هو ما قالوش. يا راجل ده بيحافظ على حق مقرات الاحزاب الليبراليه، يعني مش ممكن ده ارهاب لشعب مصر. انا على اي احوال انا ما اعتقد ان البيل محمد عامل نفس الاسكندريه بدا التحقيق في واقعه التحريض المكتمل في الاركان اللي ابطلها رئيس جمهوريه وصبيه زي ما انا قلت، ودول انا كانهم مكونين تشكيل لترويع الشعب المصري. وان شاء الله باذن الله هيصدر فيها قرارات. انا اعتقد ان دي قرارات طالعه باستدعاء او ضبط احضار لحازم أبو إسماعيل وعاصم عبد المجيد ومضروجاتهم بالتسجيلات اللي انا مقدمها والسيديهات اللي بتثبت ارتكابهم من جريمه. تمام. بالنسبه بقى للشعب المصري اللي بدا يشعر بالاحباط وبدا يشوف الصراحه اللي بتقول عليها قانون الجنايات والناس لا، ايه توقع الفتره الجايه؟ والله هو دلوقتي انا كنت قاعد مع جماعه كده من شويه، فهو قالوا لي كلمه غريبه، قال البلد كده الهدوء الذي يسبق العصر. يعني طبعا ان انت تكتب وان انت يعني اصل واحد زي اما يعني خلاص زهقنا من احنا نقول ايه هذا الرجل اللي يجري منصب رئيس الجمهوريه مندوب مكتب الارشاد، عيبا ما احنا خلاص بقيت محفوظ، عيبا ما احنا نقررها يعني انه هذا الرجل يعمل لجماعته برضه عيب، خلاص اتعرف الكلام ده خلاص. مش احنا مستنيين ان احنا هنقرر ونقول ونعيد، لا، جميع افعال واقوال محمد مرسي رئيس الجمهوريه هو انه هو بيعمل لمصلحه فصيل معين، هو فصيل جماعه الاخوان المسلمين، ويصور عشانها ويغضب علشانها ويتخذ اجراءات انتقاميه ضد المعارضين علشانها ويتخذ اجراءات تصعيديه ضد بعض القنوات علشانها. والا انا قلت لحضرتك